السلام عليكم أيها الشعب العراقي بجميع أطيافه الكريم باستثناء المجرب لا يجرب. ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيها الشعب العراقي، رأيتم الآن بأعينكم وسمعتم بآذانكم بدأت الأحزاب تتخبط بعضها ببعض، ورأيت اليوم عمار الحكيم ماذا يقول. الآن اتضح لنا بكلام السيد المرجع الأعلى علي الحسين السيستاني دام ظله خيمة على العراقيين أجمع باستثناء المجرب لا يجرب. وها هو اليوم يعترف ويقول أخذنا كلام السيد الآن. وقبل ماذا قالوا؟ ماذا؟ أبسط مواطن عراقي فهم حصر السلاح بيد الدولة. يعني اليوم بالذات افتهمنا كلام السيد المرجع علي الحسين السيستاني دام ظله. قال لكم حصر السلاح بيد الدولة، وأنتم بالأخبار كل من يخرج. لا السيد لا قال هذا، السيد قال على حصر السلاح العشائر أو حصر الأمريكان. والآن اتضح لهم بأن السيد يعني حصر السلاح الدولة الفصائل. والحمد لله والشكر، ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكل ما حكوا نريد من المرجع أن يفتي المرجع الرجال كل فتوى ما إله بهالفصائل. ماذا قال؟ أيها الأحزاب ماذا قال لكم؟ المجرب لا يجرب. بعد شنو تفتهموني؟ أي مواطن عراقي هسه يعرفها. الانتخابات 20%. الكم الجماعة انتم كل حزب عنده جماعتها. الدوائر كلها الدوائر كلها من الأحزاب. يا معروف أي محافظة هسه أي محافظة أي مواطن حاكي قلت إن تقدم معاملة. أي مواطن عادي يقول لك لا أبو إذا ما عندك ظهر مسنود، إحنا هاي الكلمة مالتنا شو تسوي؟ ها والله دي قال أنا ما عندي من الأحزاب. يرجع اللي عنده ظهر بالحزب راح سووا له وقعوا له مشوا معاملته. إن شاء الله كلها تطلع. وين يروحون؟ وين؟ ضاقت عليهم من جميع الجهات. هسه يا شباب يا عراقيين، خو بعد شفتوا على التلفاز بعد ماكو حكي، بعد ماكو احنا طلعنا واحنا مشينا. بس هسه شلون بناس هاي هلا هم يقولوا لكم على الأحزاب هذا اللي شاركت خارج البلد، هاي شلون بيهم خطيئة؟ يعني الناس استشهدت، شنو ذنبهم؟ لأن هذا ماكو، احنا خارج الدولة. وهسه تو عمار الحكيم احنا يقول عدم التدخل بالشؤون الدولة الأخرى الثانية، عدم تدخلنا. زين هاي الأحزاب اللي شاركت بالضيم والظلايم مال فلسطين ولبنان وسوريا، هذول شنو موقف الناس خطي هاي العسكريين الراحات هالأحزاب؟ شوف الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. كلها كانوا ذابين على السيد المرجع الأعلى، والسيد بريء منهم إلى يوم الدين. ماك يوم من الأيام طلب من عسكري أن يخرج الحدود،
وقلنا يا شباب عليكم بحماية الوطن، ما لكم علاقة بالخارج، اكو جيش حماية، دولة، جيش، شرطة موجودين يحمون البلد. وهاي الأحزاب أخذت الشباب عساها بحظهم وبختهم. هاي الأحزاب اللي ظلمت جرمة العالم وخلت العالم اكو الله يظهر الحق. ها طلع يا حكومة يردون من عندك هاي الأحزاب اللي شاركت بس بسوريا، هذول الأحزاب تكظهم لأن هم خربوا. يعني إذا أنت لازم تعلنون، حتى هسه عمار الحكيم من يحجون ما يجيبون تفاصيل، ما يعطون الزبدة. والله احنا من ضمن الله، احنا من ضمن الإطار ما له شغله بالحق. يا حكومة انتم بويا مجرب لا يجرب، الشعب كله ما يقبل. اكو انتخابات رزينة قوية، مو تعالوا شلهوا عبر، تعالوا حطوا على الأحزاب كل حزب يحطها 200,000، كلها انتم صايرين ضدها، كاظينها كاظ. هاي الشغله بعد انتهت يا ناس، انتهت. انتم بويا ايوه الاحزاب بويا تعقلون، تخلون راسكم بعقلكم وتخلون تغيير شويه خلي يمشي. انتهت بويا انتهت. يعني انتم شنو هسه جاي تسوون كله رجعتوا ها والله قال السيد خير ما غدا الجد السيد. هالعبد الصالح الله سبحانه وتعالى خلاه خيمه علينا. وش قد حكى وش قد قلتم وش قد قال يا ناس. سلموا الحكومة بويا، انتم سلموا. المجرب لا يجرب خليه يطلع. او هسه تردون الاعمار واصلاح وتردون تتكاثر. هو الشعب العراقي ايش رايد؟ هو ذا ساكن بعده سكن وعنده راتب، يعني هسه بويا ما يريد منكم، الله لا ينطيكم. يعني افتح معامل، وين المعامل؟ ولكم المعامل الله اكبر. افتح معملين بكل محافظه واشغل هالناس، كل بيت منه واحد، كل بيت يحطون واحد يشتغل كافي عليه. نعم عمي، ما يريد الرجال، شو يريد ياكل ويشرب وينام ويطلع براحته. وشوف طرق مبلطه، الشوارع حلوه، عماير تنبني، شو يريد؟ بنصير عليكم شنو هو ياهو اللي يكون الدوله غير الشعب. يعني بهالوقت هذا الشعب كله يحميكم، بس ما انتم ما الكم، انتهت، ما تقدرون تسوون شيء. يعني شنو بعد ظلم 5 سنين؟ الله موجود، ما الكم، انتهت التاريخ، انتم سجلتوا على التاريخ، مزبلة التاريخ انتهت. هذا حكي ماخوذ خيرا. واليوم ترامب يهدد ويقول، واشبه علامه ترامب يهدد ويقول على الحكومة العراقية بأن تفلش الفصائل التي ضربت الجيش الأمريكي وشاركت في دخولها إلى سوريا تفليشا كاملا وحصر السلاح للدولة والحشد. وشلون انتم شلون راح تسوون شنو الحشد والفصائل؟ شابشين الامه، شابين اخطبوط مسوين. هم يحكون على القاده هو بالفصيل بهذا ضد الفصائل. وين ايران؟ وين والله تابع للحشد. ادري الحشد بريء منهم عمي. اكو جيش الحشد معروفين، ناس معروفين من الحكم. شنو 250,000 جندي؟ بويا خلي 30,000 40,000 50,000. الجنود ما لهم علاقه عمي، ما لهم علاقه. الله مبارك بيهم والحمد لله والشكر. والحكومه تكبهم وتحطهم ويا الجيش. هسه انتم ليش تطلبون تطوع للدفاع، للداخليه، للخارجيه؟ وين ما بويا ذولا نفسهم بس مو قاده. القاده كذوهم، القاده وخروهم. بويا لازم تعلن يا سياده رئيس الوزراء، اعلن هاي الاحزاب اللي كانت خارج العراق، هاي هي هم، هاي حتى يسمعونها انت لا تشمشون تكظمون الحشد والفصائل ما تتبلش الا بفتوى. الفتوى بعد بريء، الله بريء منهم السيد. او هسه سمعت اخو برهان دليل قاطع منهم وبيهم عمار الحكيم. هسه ثبت لنا بان السيد يعني بان الفصائل خارج سلاح الدوله. زين مو كنا نحكي وتقول العالم بويا هذول جاي يخربون العالم، لا تطلعون خارج العراق، لا تحاربون خارج، هذول تكظهم يا سيادة رئاسة الوزراء. ترامب يهدد ويقول
على العراق، حكومة العراق، أن تقبض على هؤلاء الذي يدعون بأنهم الفصائل التابعين لإيران. كلها معروفة، حتى الشعب يعرفهم، الأحزاب فلان 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 فلان، هم هذول الراس الكبار. الجيش ما لهم علاقة، الجيش عبد المأمور، تعال منا روح منا، الزم حرس روح إجازة، هاي ما عندك إشكال بيه. العسكري ما عنده مشكلة، العسكري هذا مؤمر يقول لك هذا قد نفذ ثم ناقش، بس هم يحكوا لك على القادة اللي شاركت راحت خارج العراق، ذولا كبوا سلاحاتهم وقالوا احنا ايران شو تقول وياها، هذول تكظهم، تعلن عنهم، اعلن. ترى تنضربون راح تشمل ماكو، تشمل الحشد والفصائل. انتم لو تعلنون هذا الصح وهذا يا ابيض يا اسود. ترامب ما عنده رماد، يا ابيض يا اسود. ما طلعت الفصائل راح الكل تعم، ماكو بعد وينكو على الحشد والفصائل، راح تعم على الكل. لو تعلن وتفضل المشكله. انت بيدك رئاسة الوزراء، بيدك عمي هسه تحرك، ها اطلع روح تعال قبضوا عليه. وهاي المشاكل اللي جاي يصير عندك القاده الضباط هاي بالمحافظات كظهم. شنو يوم الشيره وخزي، شنو يوم هذا بايك، هذا مسوي، هذا تهريب، هذا مخدرات، اقبض عليهم. حمايتك الله سبحانه وتعالى حاميك والشعب وياك. انت من تعلن تقول كضينا ضابط، كضينا من فلان محافظه بايك سارق وعنده مخدرات ومسوي، اياه اللي يقول لك بعد ايدي حيل بيهم. هاي سوي ضب خليك قوي، والله وياك والشعب والجيش والشرطه. يا الله، نصر من الله وفتح قريب.